ده المشروب اللي هيخلصك من التهابات الجسم المزمنه، ودي الحلقه رقم 6 من سلسله عصائر الصحيه. واستنوا وصفات كتير قوي الفتره اللي جايه هتساعدنا على تقليل التهابات الجسم المزمنه. في المكسر بتاعنا هنحط حوالي 3 معالق من العسل، وعليهم معلقه كبيره من الكركم، ومعروف عن الكركم انه بيحتوي على ماده الكركمين، وده مركب مضاد التهابات فعال جدا. وهنضيف رشه من الفلفل الاسود عشان يزود امتصاص الكركمين، وهنزود كمان نص معلقه من القرفه. وطالما هو مشروب مضاد التهابات اكيد هنضيف جنزبيل وليمون للمشروب ده، وده طبعا لان الليمون محتواه عالي من فيتامين سي ومضادات الاكسده اللي بتحارب الشوارد الحره المسببه للالتهابات. كمان بتساهم في صحه المفاصل لانه بيقلل من حمض اليوريك. كده مش فاضل غير ان احنا نضيف الميه ونضرب المكونات دي كلها مع بعض. حلو جدا لو اعتمدناه كمشروب قبل النوم. ما ننساش انه بيحمينا من امراض مناعيه كتير زي الصدفيه والتهاب المفاصل، وبيقلل من ظهور تجاعيد. كمان بيحافظ على صحه انسجه الجسم بشكل عام. كان نفسي اقول لكم طعمه يامي، بس بصراحه هو حراق قوي، لكن مفيد جدا جدا. باي باي.